ايه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل اي كلام كده اقسم بالله العظيم انا ما عارف اقول لكم ايه على الغيبه الطويله دي، وعهد الله سبب الغياب ده كله والله العظيم يا جدعان، يعني مش مياعة مني ولا اي حاجه. قسما بالله كنت مسحول في مسرحيات في اسكندريه وتصويري في القاهره وحاجات ما يعلم بها الا ربنا كده. والله العظيم كنت بصور برنامج اسمه من سيربح الاوسكار. اللي ما شافش حلقات البرنامج ده هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن بعد الفيديو ده على طول. روح شوفوا الحلقات وبس كده يا جدعان، ونبدا ونقول ليه ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايب فكره الفيديو جامد 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 جامد. جمال الانترو جمال الانترو وحشتوني اقسم بالله. عاملين ايه يا اخواتي؟ بصوا بقى زي ما قرات في عنوان الفيديو، جايب لك النهارده حته دين قصه من روايح ايام زمان. فاكرين قصه الحريف؟ دي بقى احسن من قصه الحريف بمليون مره. قصتنا النهارده باسم اياد وليلى. انا في القصه دي هخليك اقسم بالله اكنك عايش مع اياد وليلى دول. فكك بقى من مسلسلات رمضان وافلام السينمات والحاجات دي كلها، انت هنا في عالم الزوز. هتشوف احلى قصه هتسمعها بودانك وتشوفها بعينك. هتسمعها بودانك وتشوفها بعينك، امال يعني هيسمعوها منين واشوفها؟ ما علينا، مش عايز اطول عليكم، بس ان شاء الله ان شاء الله اخر كلام هنقوله قبل ما نبدا القصه بتاع النهارده باذن الله. باذن الله انتظروا الايام اللي جايه والفتره اللي جايه قصص من دي احلى واحسن بكتير. قبل ما نبدا في قصه اياد وليلى، والله العظيم والله العظيم القصه دي كلها انا اللي كاتبها من الالف للياء زي ما بيقولوا. والله العظيم ما جايب اي حاجه من على النت ولا من شات جي بي تي ولا شغل الذكاء الاصطناعي ده. انما اسم القصه بتاع اياد وليلى ده طبعا ده حد عزيز على قلبي قوي، هو اللي مختار اسم اياد وليلى ده. فمعلش ممكن اكون طولت عليكم كتير، فيلا بينا نروح نسمع قصه اياد وليلى. ازيكم؟ انا اياد. قصتي بتبدا من وانا كنت عيل صغير لسه في الابتدائي. انا من طبيعتي ان انا عشري وبحب كل الناس، فمن صغري وانا عندي صحاب كتير جدا. فكنت في الابتدائي انا واصحابي دول كنا مجننين المدرسه حرفيا. ما كانش في مدرس في مدرسه الابتدائي دي ما بيشتكيش مننا. يعني من الاخر كده زي ما بيقولوا كنت على الله حكايتي في الدراسه دي خالص. مش اللي هو ما بفهمش حاجه، لا، عارف انت اللي هو انت بينك وبين المذاكره دي طار، كأن حد عامل لك عمل على المذاكره دي، تيجي تذاكر مفيش اي حاجه، مالكش خلق للمذاكره دي. فالمهم تعدي الايام ومفيش اي حاجه بتتغير من اولى ابتدائي لغايه ما جت سته ابتدائي، وخلاص دي اخر سنه بقى في الابتدائي، ودي اللي هتحدد مصيرك. زي ما بيقولوا السنه الشهاده، اما هتخش اعدادي يا اما هتخش زبادي اي حاجه. فالمفروض دي اخر سنه، فالمفروض بقى نشد حيلنا عشان نبقى ناس محترمه ونخش اعدادي. المهم تعدي الايام والشهور والامتحانات تقرب، وخلاص ما فاضلش غير 10 ايام على امتحانات اخر السنه. قبل الامتحانات دي فاكرين في الابتدائي كان في انشطه زمان انك تعمل لوحه ومش عارف ايه والكلام من ده، والحاجات دي على درجات. فالمهم اللوحه دي كانت مطلوبه من كل واحد في الفصل. المهم انا زي ما قلت لكم انا ما بركزش في الدراسه، فهركز في الحاجات بتاع النشاط واللوح والحاجات دي اكيد لا. فكبرت دماغي. اجي يوم كنا خلاص خلصنا اليوم الدراسي بتاع المدرسه، فنازل من على السلم وخارج من بوابه المدرسه رايح العب كوره مع اصحابي. احنا متعودين نخلص اليوم الدراسي بتاعنا ونروح نلعب كوره على طول. فالمهم نازل وخارج من باب المدرسه ورايح لاصحابي، وفجاه لقيت حد بينده عليا: اياد يا اياد انا هنا اهو، انت بتبص فين؟ ببص يا جدعان على مين اللي بينادي. حسيت انتوا عارفين انتوا الصوت الكيوت الرقيق ده، اللي هو انا مستغرب، انا مش متعود على الصوت ده خالص. انا متعود على صوت التيران اللي معايا، صوت حباظه صاحبي عليه واحده، وادي يا ايوده عليه واحده قسما بالله بتلم الدبان. فالمهم ببص كده يا جدعان لقيت بنت، قسما بالله البنت حرفيا ملاك من السماء زي القمر ماشيه كده وجايه ناحيتي. انا قلت استحاله مليون في الميه دي يا يلن، اكيد لا يعني. فخدت بعض ولفيت وشي وقمت ماشي. يا اياد وانا هفضل اجري وراك؟ ما تبص يا ابني في ايه؟ هو انت بتكلميني انا؟ ايوه يا ابني، هو في اياد غيرك؟ لا بس بجد والله انت بتكلميني انا؟ ايوه يا ابني، مالك مستغرب كده ليه؟ انت اول مره تكلم بنات ولا ايه؟ لا طبعا بكلم بنات كتير، سامحني يا رب اكيد باللي انا بقوله ده. ايه بتقول حاجه؟ لا بقول لها هو انت كنت بتندهي لي ليه؟ في حاجه ولا ايه؟ انا كنت بس بندهلك عشان اقول لك انت عملت اللوحه بتاع ميس سمر اللي عليها 10 درجات. ميس سمر؟ ايوه يا اياد الميس سمر في ايه؟ ميس سمر ايه؟ ميس سمر دي انا بشوفها من هنا بتودينا عند المدير من هنا، بقيت بشوف المدير اكتر ما بشوف ابويا. عاوزين اعمل لها لوحه؟ هي عندها حق الصراحه من كتر اللي انت بتعمله فيها ده، انت بتجننها يا ابني. الله، ده انت مركزه معايا من بدري بقى. ايوه لا بقول لك اللوحه مش هتعملها ولا ايه؟ لوحه حبيبي يا لوحه، لا بصراحه ماليش خلق انا للشغل اللوح والحاجات دي. طب ايه رايك اعملها لك يا بنت؟ لا تعملي ايه؟ مش عايزه اتعبك معايا يا ليلى، اسم ليلى يا ليلى. ليلى
لا لا يا ايود، ده ايه ده؟ يلا من غير يلا ماشي يا ليلى، زي ما قلت لك بقى، زي ما قلت لك ماشي. لا 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 يلا 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 ورانا ماتش، يلا يلا. منك لله حباظه، مشيت انا والزفت اللي اسمه حباظه، قطع عليا اللحظه منه لله. رحنا زي ما كنت قايل لكم، رحنا نلعب كوره. بس انا يا جماعه اليوم ده وانا رايح ماتش الكوره، حرفيا رايح الماتش ناسي حاجه. هتقول لي ناسي ايه يا عم اياد؟ اقول لك ناسي قلبي ما عليا. وانا ما نمتش الليل كله حرفيا، وعمال سرحان في عيون ليلى اللي زي القمر طول الليل، ما بتروحش من بالي. سرحان في كلامها، وسرحان في صوتها، وسرحان في نظراتها، وسرحان في كل حاجه. طول الليل قاعد مستني الساعه تيجي 7 عشان البس بسرعه واروح المدرسه عشان اشوف. فضلت سهران لغايه ما الساعه جت 7 الصبح، وكنت كل يوم بستنى الواد حباظه ونروح مع بعض المدرسه. اليوم ده خدت بعضي لوحدي ونزلت جري، رحت المدرسه، مع اني من طبيعتي بنزل بروح متاخر، ما بحضرش الطابور حرفيا. فنزلت اليوم ده نزلت جري، عاوز اشوفها باي طريقه. رحت المدرسه، اول ما دخلت العيال صحابي كلها عماله تندهلي، وانا عيني وقلبي عمال ينادي على مين؟ على ليلى. فضلت ادور عليها في حوش المدرسه كله، للاسف ما لقيتهاش. زعلت قوي ووقفت في طابور المدرسه، ودي تاني مره من اولى ابتدائي لغايه 6 ابتدائي اقف في طابور المدرسه. فالمهم يا جدعان، واقف طول الطابور والله العظيم عمال ابص ناحيه طابور البنات، عمال ادور عليها مش لاقيها خالص، فص ملح وداب زي ما بيقول. الطابور كان شغال وخلاص قربنا نخلص وخلاص طالعين للفصل. فجاه لقيت استاذ بدير، ده مدرس عربي معانا في المدرسه، فكنا خلاص قربنا على الامتحانات وكده. فعمال بقى يقول، عارفين انتوا الكلمتين اللي بيتقالوا قبل اي امتحانات بتوع شدوا حيلكم ومش عارف ايه وعايزينكم تنجحوا والشغل ده؟ هو عمال يقول الكلمتين دول في الميكروفون، وانا ما كنتش مركز معاه خالص، واقف كده وسرحان لغايه ما قال كلمه، ويا ريت كلنا نبقى زي ليلى. ببص كده لقيت ليلى واقفه هناك جنب الاستاذ بدير ده، ومعاه شهاده تقدير، واقفه تتكرم. هتقولي بتتكرم على ايه وليه؟ هقول لك ما اعرفش. انا شفت ليلى من هنا، عارف كأن قلبك كان مخلوع ورجع تاني، اهو ده بالظبط نفس اللي حصل معايا. فضلت سرحان فيها وببص ليها، والابتسامه ماليه وشي قد الطبق. كل واحد في ايد زميله وعلى الفصل يلا. طلعت الفصل يا جدعان، وليلى حبيبتي القلب دي معانا في الفصل. اليوم ده كان ورانا 6 حصص، بناخد 4 حصص الصبح، وبعد ال4 حصص دي المفروض في فسحه، وبعد الفسحه دي في حصتين والكلام ده. فالمهم اول حصه بدات، انا من عادتي بحب اقعد اخر واحد في الفصل، واقعد بقى اضحك واهزر مع العيال وكده. اليوم ده الوحيد اللي قعدت فيه قدام، اول واحد في البنج اللي قدام. عاوزك تتخيل معايا كده، هو الفصل متقسم ل3 صفوف، صف في النص وصف يمين وصف شمال. الصف اللي ناحيه اليمين واللي في النص ده صف الولاد، واخر صف ده هو اللي في مين؟ البنات. فطلعت قعدت في اول بنج في الصف اللي في النص، ناحيه مين بالظبط كده؟ ناحيه ليلى. قاعد يا جدعان حرفيا تركيزي كله عليها، وهي عماله تبص لي وانا ابص لها، وعمالين نبص لبعض طول الحصه، لغايه ما في نص الحصه الاولى كده الباب بيخبط. يا حباظه جاي دلوقتي تعمل ايه؟ الحصه خلصت يا ابني. معلش والله يا استاذ لسه صاحي، والله العظيم يا استاذ لسه صاحي وراحت عليا نومه وكان. لا ما واضح ان فعلا النومه راحت عليك يا حباظه. خش يا حباظه، خش يا حبيبي، خش نام جوه، ما انت كده كده مش نافع. خش خش. لا مؤاخذه يا جماعه، الكاميرا بس معلش فصلت، فدلوقتي هنصور من كاميرا الموبايل، فعادي يعني. المهم يلا عشان ما طلعكش بره المود. حباظه اول ما دخل الفصل وشاف اياد، انت هنا يا قاضي يا ابن معلش بس يا مصطفى ارجع ورا الحصه دي معلش. لا يا اسطى ماليش دعوه انا مش قايل. طب قوم كده يا اسطى بس ارجع ورا، ارجع ورا بس ناقص الكلام ده، ارجع ورا. ومين اللي قاعد جنبي؟ حباظه. يبص لي كده ولسه يقول انا يا ابن الجنيه. يبص جنبه يلاقي مين؟ ليلى. عشان كده بقى. ايوه. طب بقول لك يا ده ايود، ما تجيب لي الملبن اللي جنبها هناك دي. يخرب بيت ابوك، اسكت اسكت يا عم، انت عايز تحلل لوحدك ولا ايه؟ تصدق بالله يا حباظه انا غلطان اني دخلتك الحصه، قوم اطلع بره يلا. ما عملتش حاجه يا استاذ. انت لسه هتتكلم؟ اطلع يا عم قرفتني. والحمد لله يا جماعه الخير هم ونزاح. حباظه اتطرد من الحصه وانا قاعد مركز مع مين؟ مع لولا.
عدي اول 4 حصص وجي وقت الفسحه، فانا وحباظه قمنا من الديسك اللي احنا قاعدين عليه ونازلين انا وهو الفسحه، وليلى قدامي واقفه مع اصحابها في الفصل. انا طالع كده وشايفها بطرف عيني وعمال ابص لها. يلا يا عم ايود انجز يا عم، اتنيل بقى جاي لك اهو. طالع انا والواد حباظه من الفصل وفجاه اياد اديله ادي يا ايود، وانا بقول لك ايه واقفه مع البت الملبس. يخرب بيت امك يخرب بيت امك يا حباظ. ماليش دعوه يا عم، انا عايز البت الملبس. انزل يابا تحت، انزل يابا تحت وهجيب لك اللي انت عايزه. غور يا عم. اديت الواد حباظه قلم نزلته حوش المدرسه. ايه يا ابني بتضربه كده ليه؟ يا ستي ده عيل مقرف سيبك منه، عمال يقول لي عاوز الملبن اللي واقف معاه. إيه بيقول عاوز ياكل الملبن. مفجوع سيبك منه. المهم انت كنت عاوزه ايه؟ ماشي. المهم انا عملت لك اللوحه بتاع ميس سمر اهي، بقى خدها بقى وسلمها ليها. سلمها لمين؟ هي اياد في ايه؟ مفيش بجد والله مش عارف اقول لك ايه، معلش تعبتك معايا. ليلى بقول لك ماشي جاي اهو، هروح بس يا اياد عشان صاحبتي بتنده. ماشي. بنت برد حبكت دلوقتي تنادي يعني. بتقول حاجه يا اياد؟ لا بقول بقى هنزل بقى انا دلوقتي المس سمر اشوفها هي فين عشان اديها اللوحه. صاحبتها ندهت عليها بنتي راحت لصاحبتها. مش عارف انا ايه قطع الارزاق ده والله. رساله بس يا جدعان للناس اللي زي كده، خلي بالك انت كده قطاع ارزاق من الاخر. قطاع ارزاق. بلاش يا اختي او يا اخويا الحركات دي، سيبهم يتكلموا مع بعض وخليك في حالك، مالكش دعوه، ما تخليكش قطاع ارزاق كده يا جدع، وفق راسين في الحلال. المهم يا جدعان تعدي الايام ويجي اول يوم امتحان في 6 ابتدائي، طبعا امتحانات اخر السنه. رحت اول امتحان، كان طبعا كالعاده في اي ايام امتحانات لازم اول يوم يكون عربي. فرحت الامتحان ودخلت اللجنه، ويشاء القدر ان مكاني يكون في صف التخت اللي في النص، ومين قاعد جنبي من ناحيه اليمين بالظبط كده؟ ليلى. كل واحد يبص في ورقته ومالوش دعوه باللي حواليه. بصوا بقى يا اولاد احنا لسه على الصبح عشان نكون مع بعض كويسين كده، كل واحد يبص في ورقته وماليش دعوه باللي جنبه. ماليش دعوه باللي جنبي ازاي بس؟ اسكت انت، ما انتش فاهم حاجه. المراقب وزع ورق الامتحانات من هنا يا جماعه، وانا خدت ورقه الامتحان من هنا وقسما بالله ما بصيت فيها. خدت الورقه من هنا، نظراتي كلها كانت على مين؟ على ليلى. ملكني بكل احساسي، فاكرني تملي مش ناسي، تقالي وانا ناسي ماليش بعدين. يا اياد هتفضل باصص لي كتير؟ ما تحل اي حاجه. انا لو عارف احل يا ليلى كان زماني حالي، وبعدين ما انت عارفاني على الله خالص في المذاكره دي. يخرب بيتك. طب استنى، ايه اللي حصل هنا بقى يا جماعه؟ الوقت عدى وما فضلش غير نص ساعه، وانا قاعد طول اللجنه زي الطربش ما حلتش اي حاجه. قامت ليلى بقى حبيبه قلبي عملت ايه؟ جابت ورقه من درج التخت او الديسك، كان في ورق كده كتير، كتبت لي اجابات الامتحان وحذفت لي الورقه. انا مسكت الورقه من هنا، اول ما مسكتها قمت شامم طبعا الورقه زرعت ليلى. يا ابني مش وقت تنجز حل. ايه ماشي حاضر. ومسكت الورقه يا جماعه وما سبتش سؤال الا ما حليته من الورقه دي. نقوم نلم بقى يا اولاد، خلاص الوقت خلص. عملت ايه؟ خلصت يا اياد؟ كتبت؟ الحمد لله ما تقلقيش كله زي الفل يا لولا. ده انت خدت عليا بقى. الله ايه يا اياد الشطاره دي كلها يا يالا؟ ده انت مش سايب سؤال يا يالا، انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ البركه فيها بقى يا استاذ. هي مين دي يالا؟ امي يا استاذ، يعني من غير دعواتها زي ما انت شايف، من غيرها نضيع، هي ده كله من دعواتها، حليت يعني بدعواتها. ماشي يا عم ربنا يخليها لك يا رب دايما كده على طول. الامتحان خلص يا جماعه وخرجنا ونازلين على السلم انا وليلى وعمالين نتكلم ونضحك ونهزر لغايه ما نزلنا على اخر سلمه، وفجاه ليلى دي مين دي هي كمان؟ دم يا ايه دي؟ مش انت بقى دلوقتي؟ ايه الشغلانه دي يا جدعان؟ نخلص من صاحبتها والواد حباظه تجيلي امها، في ايه يا جدعان؟ مش عارفين نتلم على البت 5 دقايق؟ المهم يا جدعان تعدي الايام وكل يوم امتحان يحصل اللي بيحصل ده. ليلى تخلص الامتحان من هنا وتكتب لي الاجابات وانا احل منها، وكانت الدنيا ماشيه زي السكينه في الحلاوه زي ما بيقول، لحد ما جه اخر يوم امتحانات. داخلين نمتحن عادي كالعاده، خدنا الورق اللي هنمتحن فيه وداخل بقى مطمن ومتعود ان ليلى هي اللي هتحل لي. دخلت الامتحان وعمال ابص لليلى، هي كانت كل مره ابص لها وتبص لي ونقعد نضحك ونهزر، الدنيا كانت جميله. فالمهم اليوم ده ابص لها واندع عليها بصوت واطي، ما بتردش عليا ولا مدياني اي وش. في ايه وايه اللي حصل؟ والله العظيم ما اعرف. يلا يا اولاد 5 دقايق وهلم الورق. يا نهار اسود 5
دقايق. طب اعمل ايه يا جدعان؟ دخلت في اخر ماده دي وخلاص ما فاضلش وقت. هاتك يا هبد، كتبت اي حاجه في الورق ومش في دماغي الامتحان ولا اي حاجه. كل اللي شاغل بالي عاوز اعرف ليلى في ايه اللي حصل لها، ما كانتش كده. المراقب قام يلم الورق، واللي بيلم الورقه بتاعته بيقوم يروح. لم الصف اللي ناحيه اليمين وخد ورقه ليلى. ليلى اول ما اتسحبت منها الورقه قامت ماشيه على طول، ما استنتش لحظه حرفيا. حتى انا اي ما اجري عايز اكلمها المراقب قعدني قال لي اقعد مكانك يا اياد، استنى هاجي اخد منك الورقه. يا استاذ مش مهم، هاجي اديها لك وخلاص. لا اقعد مكانك وانا هاجي اخدها منك. فضلت عادي يا جماعه لحد ما كان بيظبط الورق اللي لمه من ناحيه اليمين عمال يظبط فيه. تنجز يا عم. وبعدين جه لم الورق من الصف اللي في النص. هو خد مني ورقتي من هنا وانا نزلت جري عاوز اشوف ليلى في ايه اللي حصل. نزلت احوش المدرسه ما لقيتهاش. طلعت بره المدرسه عشان ادور عليها. فجاه بص الاقيها قاعده في عربيه مامتها والعربيه بتتحرك وماشيه. ندهت عليها يا ليلى، متبصري من شباك العربيه يا جدعان وقامت عامله لي كده. جنن في ايه؟ انا عملت ايه؟ مشيت من غير ما تكلمني ليه؟ انا زعلتها في حاجه؟ فضلت اراجع حساباتي كده مفيش اي حاجه والله العظيم زعلتها فيها. في ايه؟ ولا ايود ده انت هنا. يلا يلا عشان ورانا حجز كوره. يلا روح انت يا حبظه. مش جاي. مش جاي ايه يا ابني؟ ده احنا بنلعبه كل سنه. انجز يا عم. مش جاي يا عم. مش جاي يا عم. يا عم روح انت وما تصدعنيش. اصل ايه يا اياد مالك بتزعق كده ليه؟ بالراحه يا عم. يا عم امشي بقى ما تقرفناش بقى مش ناقصاك. ما قرفتش. ماشي يا صاحبي انا ماشي. وحفظها خد بعضه ومشي بعد ما انا زعقت معاه. بس والله كان غصب عني. انا ما اعرفش في ايه، هي مشيت بالطريقه دي ليه. اليوم ده رحت البيت مش طايق نفسي حرفيا، وعاوز اعرف هي ليه ليلى عملت كده. رحت اليوم ده البيت ولا اكلت ولا شربت، فضلت قاعد في الاوضه لوحدي طول اليوم. امي وابويا يتحايلوا عليا عشان اكل وانا اقول لهم مش جعان، وانا في دماغي كميه حاجات ما اعرفش في ايه. عمال افكر يا جدعان طول النهار وطول الليل، لغايه يا جدعان من كتر التفكير ده الساعه جت 3 الفجر وانا قاعد دماغي كله عمال يفكر في ايه اللي حصل. من كتر التفكير وما اكلتش اي حاجه من الصبح النوم خدني ونمت. اول ما قمت من على السرير قسما بالله خدت نفسي جري ومسكت تليفون كان بتاع امي. ايامها طبعا كنت طفل في ابتدائي، في 6 ابتدائي ما كانش معايا تليفون، كنت بقعد على الكمبيوتر. عارفين انتوا الكمبيوتر بتاع ايام زمان اللي شبه الكرتونه ده لما كنت بتلعب عليه جاتا والسمكه اللي هي والحيتان والشغل ده؟ كان عندنا الكمبيوتر ده زمان. ما علينا، مسكت التليفون بتاع امي ده دخلت على الفيسبوك كتبت ليلى في سيرش الفيس اللي فوق، ابص الاقي كميه اكونتات باسم ليلى. فضلت ادور في الاسامي دي كلها على امل اني الاقيها. قعدت ادور كتير قوي، كان نفسي الاقيها بس للاسف ما لقيتهاش. قعدت ادور في كميه الاكونتات دي عاوز الاقيها، عاوز اعرف هي فين ولا بتعمل ايه وليه حصل كده. ما احنا كنا كويسين في ايه. اليوم ده يا جدعان فضلت الوم نفسي لوم ان انا ازاي سبتها تروح مني بسهوله كده. انا حبيتها وحبيتها قوي يا جدعان، بس انا ما عملتش اي حاجه وحشه ليها عشان تعمل معايا كده. انا كل اللي عملته اني حبيتها، وبعدين ثواني هي اللي جت اصلا في الاول، جت وكلمتني. معنى كده ان هي بتحبني قبل ما انا احبها. عشان ما اكذبش عليكم انا كنت بشوفها معانا في الفصل كتير قوي، كنت معجب بيها اول ما شفتها، بس قلت استحاله
استحاله بنت زي القمر زي دي هتكلمني انا. اقسم بالله يا جماعه شكلها من كتر جمالها انا والله العظيم ما في كلمات في الدنيا هتوصف جمالها ده. فمن كتر جمالها ده قلت استحاله بنت زي دي هتكلمني في يوم من الايام. فكنت بتفرج عليها من بعيد وكنت متاكد ان ده حلم وعمره ما هيتحقق. تلف الايام والدور وهي اللي تيجي تكلمني وتفتح معايا كلام يوم اللوحه بتاع مس سمر. فاكرين؟ انا بجد حرفيا كنت حاسس اني بحلم في اليوم ده. بس انا اللي غلطان عشان اتعلقت بيها وحبيتها. ما هي في الاخر هي بعدت عني وسابتني. كنت زمان وانا ببص عليها من بعيد لبعيد على الاقل كنت بشوفها. دلوقتي ولا شايفها ولا عارف هي راحت فين. يا ترى انت كويسه ولا فين يا ليلى؟ ارجع حتى طمنيني عليكي لو بكلمه. قوم تعالى يلا يا ايوده، تعالى افطر معانا. مش جعان يا ماما، كله في ايه يا اياد؟ انت ما اكلتش من امبارح يا ابني. قوم تعالى افطر معانا. اللي يعرف من البداية. ماشي يا ماما جاوب. ماليش نفس والله لاي اكل ولا اي حاجه، بس اعمل ايه؟ انت اللي بعدت يا ليلى وانا عمري ما هنساكي ولازم انا الاقيكي في يوم من الايام. كنت اخر مرة أول حبي كنت أول فرحة بتمنى. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني والله العظيم. قبل اي كلام كده حابب اشكركم جدا ان احنا الحمد لله بفضل ربنا اول حاجه طبعا وبسببكم وصلنا 1,000,000 مشترك على اليوتيوب. والله يا ايه هو انا ما قفلتش التليفون؟ مين ده كمان؟ الو. الو ازيك يا اياد عامل ايه؟ الحمد لله. مين معايا؟ مين معايا؟ طبعا يا عم حقك تنسان وانت بقيت مشهور يا ايود. أنا سمعت كلمة أيودة دي فين قبل كده؟ أنا سمعت كلمة أيودة دي من هنا يا جماعة، وافتكرت يوم اللجنة يوم ما كانت قالت لي كلمة أيودة دي لما كنا بنغش من بعض. أنا سمعت الكلمة دي من هنا يا جماعة الخير. أيودة؟ هو أنت ليلى؟ ليلى نسيتني يا اياد ولا ايه؟ نسيتك إيه بس؟ ده أنت كل ثانية في بالي. وبعدين ثواني، أنت جبت رقمي منين؟ من حمازة صاحبك مدير اعمالك دلوقتي. ياه لسه فاكرة الأيام دي؟ طبعا يا ايود هي دي ايام تتنسي. فعلا عندك حق، هي مشكلتها فعلا انها ما بتتنسيش. بعدت عني ليه يا ليلى؟ ليه عملت معايا كده؟ هو ده اللي انا مكلماك عشان انا كده جنبك في كافيه جنبك وفاضي نتقابل. وماله بس كده نتقابل. ابعتيلي اللوكيشن وانا مسافه السكه واكون عندي. حاضر هبعتهولك اهو يا ايود. ماشي يلا باي. رحت قابلت ليلى اول حب في حياتي، وقابلتها بعد سنين كتير قوي. والغريب في الموضوع ان انا اول ما شفتها وسمعت صوتها نسيت اي زعل قبل كده ونسيت اللي عملته فيا طول السنين دي كلها. صدق اللي قال غريب الحب مين فاهمه. بس في سؤال هو الوحيد اللي ما اتنساش طول السنين دي كلها، هو سؤال واحد بس: انا عملت ايه عشان هي تعمل معايا كده؟ مشيت وسابتني ليه؟ ايه السبب؟ طول السنين دي كلها نفسي الاقي اجابه السؤال ده، لغايه ما جت ليلى وردت لي على السؤال ده، قالت لي خلتني اتعلق بيك واحبك قوي. طب هو اللي بيحب حد يفضل معذبه السنين دي كلها؟ انا خفت يا اياد، عشان كده بعدت. خفت من ايه؟ خفت مني انا يا ليلى؟ اكيد لا طبعا، انا خفت عليك يا اياد. خفت عليا من ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه. هو ايه الحكايه يا ليلى؟ من البداية اياد انا كان عندي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وازاي ما قلتليش حاجه زي دي؟ خفت يا اياد، خفت عليك. ما كنتش عاوز اعلقك بيها زياده عن اللزوم، لان ما كنتش اعرف انا كنت هعيش لك ولا كان ربنا يفتكرني. بعد الشر عليك ما تقوليش كده، بس كان لازم تعرفيني حاجه زي دي يا ليلى. انا خفت اقول لك يا اياد، خفت اقول لك لا تبعد عني، كنت هتكسر اكتر ما انا مكسور. ابعد عنك ايه يا ليلى؟ ده انت الهديه اللي كنت بتمناها من ربنا من زمان. انا عمري ما هقدر ابعد عنك مهما حصل، هفضل طول العمر جنبك يا لولا. ياه لسه فاكر لولا دي يا ايوده؟ طبعا يا لولتي، طول المده يا ليلى اللي انت كنت بعيده عني فيها حرفيا كنت متدمر، مع اني وصلت للحاجه اللي كان نفسي فيها من زمان وهي الشهره، بس ما كنتش حاسس باي فرحه لغايه ما جيت انت يا ليلى وكلمتيني، وانا الفرحه كلها مالت حياتي. انا مش عاوز اي حاجه في الدنيا غيرك يا ليلى، بجد يا
اياد؟ اكيد يا ليلى، وهفضل جنبك لحد ما تخفي وتقومي بالسلامه ونتجوز يا لولتي. خفي من ايه يا اياد؟ انا جيت لك بعد ما خفيت والله العظيم، يعني كده ما فضلش غير ان احنا نتجوز. يلا بينا يا لولتي. وبس كده يا جدعان، وصلنا لنهاية قصة إياد وليلى. ربنا يعلم والله العظيم أنا تعبت قد إيه في القصة دي، والقصة دي متصورة يعني مش كلها من شوت واحد، القصة دي كلها متصورة قسما بالله على مراحل، على أيام حرفيا. يعني القصة دي خدت تصوير 3 أيام تقريبا أو 4 أيام، حتى لو هتلاحظ هتلاقي دقني كل شوية تكبر. فبس كده يا جدعان، أتمنى تكون القصة عجبتكم يا رب، وأتمنى تكون كده دخلت جوه المود مع اياد وليلى، وادعي لهم بقى ربنا يكرمهم بقى ويخلفوا. فبس كده يا جدعان، طبعا قبل ما ننهي الفيديو ما تنساش اللايك الجميل بتاعك واعمل سبسكرايب للقناه. يلا عايزين نوصل 100,000 مشترك. وبس كده يا جدعان، واشوفكم فيديوهات وقصص تانية كتير. وبس كده، سلام. God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I